تدبير التعدد اللغوي بالمغرب. أستاذ شوباني، لماذا فشلت حكوماتنا المتعاقبة في تدبير هذه المسألة؟ ونعود لك أستاذ. واش كانت بعد عندنا حكومات اللي عندها إرادة سياسية باش غتحل شي إشكال من الإشكالات الكبيرة في البلاد؟ هذا تاريخ العمل الحكومي في المغرب هو تاريخ اللي ما مأهلش باش يحل هذا النوع من الإشكالات. ولكن أنا كنتصور أن ماشي كاين فقط غير الميز، كاين حتى الإهانة. كاين الميز واضح وكاين الإهانة، والضحيتان توأمان هما العربية والأمازيغية. لصالح من؟ لصالح لغة المستعمر. فرنسا خرجت من الباب ودخلت من النوافذ وصنعت نخبتها التي اليوم تحكم البلد في جميع المجالات. ولذلك اليوم أنا كنشعر المغاربة إلى عندهم دستور، وكتعرف الدستور بالنسبة للدول اللي كتحترم راسها والشعوب اللي كتحترم راسها، الدستور كتكون عنده واحد الدرجة من الخضوع والامتثال الحكومي والشعبي والمؤسسي بصفة عامة، لا يكون موضوع مزايدة. ولذلك اليوم رغم أن باش نعرفوا أن الإشكال الدستوري على أهميته راه ماشي هو الآن الحل الشامل لهادشي اللي كنعيشوه. المغرب الآن كتعامل مع فرنسا والنخب الفرنكفونية المتطرفة ضد مكونات الهوية سواء كانت عربية أو أمازيغية، كتعامل معاه بمنطق أيضا التجريد والتعرية في أفق أنه تولي الفرنسية هي اللغة المهيمنة. بمعنى هذا الصدام المفتعل ما بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية هو صدام مفتعل. هذه واحد هذا لا نوضح يعني بعض المصطلحات. فهمت من الكلام ديال خلينا نوضح لك، لأنه ليس هناك أصلا صراع بين العربية والأمازيغية. خلينا نوضح لك الذي هنالك وهو أن هنالك تمييز ضد لغة يجب أن تكون لها نفس المكانة مثل اللغة العربية. ولكن حتى اللغة العربية عندما نقول افتعال هذا تجيش للجماهير لكي يقال إن الأمازيغ ضد العربية، في حين أن هذا ليس هو الأمر. كما يقال مثلا بأن يعني هذا خطير جدا أن اللغة العربية هي لغة الوحدة في حين الأمازيغية هي لغة التشتيت، أن اللغة العربية هي لغة الإسلام في حين أن اللغة الأمازيغية هي لغة يعني الخروج عن الإسلام. لا، ليس هذا هو الأمر. اللغة الأمازيغية كانت لها وظيفة تاريخية مع اللغة العربية تاريخيا. إذن يجب أن لا نستعمل هذا النوع من الكلمات. كاين هادشي في منظومة التواصل بيناتنا بلا نقطعوا بعضياتنا. اسمح لي، أنا كنقول هاد الإهانة كاينة. دابا عندنا لغة مدسترة، اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد. فين كاينة هاد الرسمية هذه؟ كاينة في عالم المال، في عالم الاقتصاد، في عالم كاين عندها واحد الوضع تيتأكل ويتراجع، وكاين واحد اكتساح متدرج ومتصاعد لهذا الوضع ديال الفرنكفونية في البلاد، وكاين تمييز واضح ضد الأمازيغية. أنا أتصور أن الإخوان اللي مهتمين يعني والنشطاء في الحركة الثقافية الأمازيغية انتبهوا لأنه سواء آلية الاستبداد اللي كتشتغل على التفكيك والإضعاف ديال الجميع كتستمر المواقف المتطرفة للجميع، والقضايا العادلة كتكون قضية عادلة. شكون كيسيء لها بالأساس؟ المتطرفون، يكون الإسلام ولا يكون اللغة العربية ولا الأمازيغية ولا أي شيء. المتطرف اللي كياخذ مواقف فيها الغلو كيسيء دائما القضية كتكون عادلة. عطينا شي مثال أستاذ شوباني. أنا نقول لك أنا كنحلم اليوم كمغربي في هذه اللحظة، كنحلم غتجي واحد الوضع يمكن إن شاء الله من هنا 4-5 سنوات نحس بأن المغاربة ولاو كيتكلموا العربية والأمازيغية في فضاءات بواحد تلقائية عادية، يعني في المدرسة، في الشارع، في التلفازة، في الجامعة. هذا حلم ديالي كإنسان مغربي، وهذا حلم منسجم مع طبيعتي المغربية. لكن ملي كنشوف الآن الاكتساح ديال الفرنكفونية ما كنفهمش واش اليوم الفرنسية اليوم هي اللغة ديال العلم وهي اللغة اليوم اللي كتسود العالم. هذا وضع مرتبط بالاستعمار. وانا كنقول دائما لو كون حكمونا البرتغال غتكون دابا عندنا اللغه تيقولوا المغاربه البرتقيزيه، لو كون حكمونا الصين غتكون عندنا الصينيه. اذا هذه اراده مستعمر ماشي اراده شعب. المغاربه قاوموا الاستعمار وضحاوا، ولكن المستعمر كان اذكى واخبث، لانه استطاع انه عبر المنظومه ديال التعليم يصنع نخب ويجيش نخب ويمول هذه الحمله الثقافيه ويأبد سيطرته اللي عندها عائد سياسي واقتصادي وثقافي يخلي المغاربه الان يشعرون بانهم واخا عندهم اللغه العربيه في الدستور ما كاينش عندها شي فائده على مستوى حياتهم. ولذلك كانت نقول دسترة الامازيغ رغم انها قضيه يجب ان تكون محسومه كلغه رسميه، ولكن راهي الا ما استوعبناش اليات اشتغال الاستعمار واليات اشتغال الاستبداد غادي نديروا الدسترة ديال اللغه الامازيغيه، وهذا يجب ان يكون ويحسم الموضوع. ولكن راه على مستوى الواقع ديال بناء الحياه العامه ديالتنا في فضاءاتها، في دراستها، في جامعاتها، في اعلامها، راه موازين القوى شي حاجه اخرى. ولذلك اليوم هذه اللحظه خصنا نخرجوا من يعني نستثمروها
كما وقع عند الشعب التونسي والشعب المصري انه قدروا يعني يبتكروا شعارات المرحله. احنا طبعا ما عندناش درجه الاستبداد اللي كاينه في مصر وكاينه في تونس، ولكن اليوم فرنسا في المغرب يعني كدير ما بغات وكتلعب كيما بغات، وذلك لا العربيه لا الامازيغيه في الوضع ديال التحكم ما غاديش تمشي. انا كنحترم المواقف كنحترم الاجتهادات، ولكن اليوم كنتصور اي واحد ما غاديش ياخذ موقف من الهيمنه الفرنكفونيه على البلاد غادي يكون غلط مع الشعب، لانه المغاربه في نهايه المطاف هم مغاربه عندهم العربيه والشلحه وهذا الذات وهذه الهويه الوطنيه يعني محسوم فيها امر الشيء محسوم فيه، ولكن كان دائما السياسات ديال الدوله عندها منطق اشتغال اخر لانها مشغوله بحاجه اخرى. السلطه والثروه كانت غاديه باتجاه اخر. اليوم يمكن اي موقف يكون الان يبدو انه متشدد وانه حاسم في المحاسبه وكذا، ولكن راه الراي العام سيحكم على الجميع. انا لحد الساعه ما عمري ما سمعت شي موقف من تغول ديال فرنسا على المغرب، لا اقتصاديا ولا ثقافيا ولا حتى سياسيا احيانا في كثير من المواقف. اليوم اللي خرج الشعب المغربي في طنجه كيغوت على امانديس ديغاج، وملي خرجوا في مجموعه من المدن على نفس القضايا او شبيهه بها، راه الراي العام الوطني كيفهم في المحصله النهائيه ماشي كامل واش كاينه شروط ديال الكرامه في ظل واحد العيش مشترك، واش عارفين شكون هما الخصوم ديالنا باش ما ندخلوش في خصومات مصطنعه ثنائيه وداخل نفس الهويه. انا تنتمنى اليوم الا كان السي حمد رحموش تيعيب على بعض الاخوان اللي هم مشتغلين بقضايا اخرى انهم ما كانش عندهم مواقف واضحه في قضيه الامازيغيه وكانوا متخصصين في قضايا اخرى، راه في المقابل السؤال مطروح عليهم: ما موقفكم من التغول الفرنكفوني في المغرب؟ الراي العام الوطني يشعر بان هذه اهانه. ملي كنمشي انا اليوم كمواطن كتجيني ورقه بالفرنسي، انا تاجر بسيط كتجيني الضريبه باللغه الفرنسيه، هذا خصو موقف. تجيني بالعربيه نفهمها، تجيني بالشلحه نفهمها، تجيني بالعربيه والشلحه نفهمها، لكن تجيب بالفرنسيه علاش؟ وقس على في كل المجالات اللي فيها التغول.